السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبي متابعيني متابعاتي الجميلات؟ جيت اليوم وياكم مشاركة جديدة وبسيطة، وأتمنى تعجبكم وتكون خفيفة الظل عليكم وتحفزكم. إنه وقبل كل أقول لكم شي لا أحب تنسوني إنه باللايك والاشتراك ودعم القناة. اليوم حبايبي راح أنظف التخم. وأول شي بلشت بغسل الكوشات مالت التخم. غسلة كل الزينة بالقاصر والزاهي وخليتهم بالنشافة مال الغسالة، وهيجي كملتهم وصار شكلهم يجنن وريحتهم كلش طيبة. وأكيد راح أشمسهم وأخليهم برا يعني على الشمس، واليوم الجو كلش يعني شمس قوية، فأكيد راح ييبسون بكل سهولة. وكلش هوا عالي اليوم، حبيت أراويكم والجو يمنا. وهنا بنات الموضوع اتطور وجبت التخم كله خليته بسط الهول، وراح أبدي أجلفه. أخلي كلش قليل من القاصر، ولأن لونه يروح إذا تكثرون بنات، وزاهي. وراح أجلفه جلفة خفيفة لأن أني غسلته غسلة زينة. وبهذا الخاولي راح أنشف المكان اللي أغسله. غسلته طبعا غسلة كلش قوية، ما قدرت أشارككم إياها، غسلته بالطرمة بالصوندة. بس أني من أشوف بيه مثلا شوية غبار أو كذا، يعني تعرفون أطفال وهذه لازم يتدمر، لازم أرجع أغسله. وهيجي راح أكمل وأرجع لكم. وهنا كملت التخم، رجعت لكم بعد 1000 ساعة. لا مو 1000 ساعة، بس يعني طولت كلش طولت بيه. وبعد ما كملت رجعت لكم وراويكم شلون رتبته وسويته ونظفت الهول كله. وراح انتقل واسوي غير شغلة، واكيد اشارككم اياها، اللي هي راح اغسل عندي هاي الحمالات مالت الخواشيق الشاي وخواشيق الاكل يعني كل هذه الشغلات اللي يحتاجها، المحفارات كلها راح اغسلها. يعني انا ما اغسلهن ذني غسل يومي، لكن كل ما اشوف عليهن غبار او شي لا اغسلهن. وهاي همات راح أغسلها بعد ما أفرغها من الخواشيق والشوكات، وراح أطلعها من مكانها. بس ما قبل لا تطلع وياي راح أطلعها وأرجع لكم حبايبي. وهيجي بعد ما طلعتها من مكانها للحمالة راح أبدي أغسل. وأيضا بالزاهي والقاصر، أنا أحب القاصر بنات، أحب ريحة القاصر، إذا ما أشتمها أحس إنه ماكو نظافة، ما غاسلة شي، ما منظفة شي. انتم هم هيجي نفسي لو لا؟ بنات انتم لبستوا أسود؟ أكيد الكل لابس أسود على أبو عبد الله. بهذا الشهر الأليم، شهر الحزن اللي هو شهر محرم. إن شاء الله ربي يعظم الله أجرنا وأجركم بهذا المصاب، و... وينطي أمراض كل واحد طالب حاجته، من أهل البيت، من أبو عبد الله، من أبو فضل العباس، عليهم ألف أفضل الصلاة والسلام. تقول لي وين تبقون لابسين؟ ذكروا لي بالتعليقات. أني لحد فرحة الزهرة أبقى لابسة الأسود. طبعا أحسه بركة لبس السواد على أبو عبد الله وعلى أهل البيت سلام الله عليهم، بركة. وهنا نهاية جيت أنظف الثلاجة بعد ما غسلت كل الخواشيق وراويتكم إياها. وهاي اللي أخليها فوق الثلاجة راح أغسلها أيضا، لأن بيها تراب صاير. وعزلت كل الهوسة مثل ما شفتوا على الثلاجة، وراح أبدي أجلفها بالجلافة وأنشفها من فوق. هاي كل فترة والثانية أنا هيجي أسوي من أحسها هوسة، لأن كل شي زايد وأغلب شي أبونا يعني شنو شي زايد عنده يخليه وين فوق الثلاجة، يسويها مستنقع بين قوسين. فلازم بين فترة والثانية أنا أرتب. وهاي راح أخلي بيها خواشيق الشاي، لأن ذيك القديمة اللي راوتكم إياها أول شي تعبتني هاي. أخلي بيها الخواشيق مو بسهولة تطلع من هاي، كلها تروح بداخلها، فراح أتركها وأخليهن بهاي الطاسة أو العلبة أو شنو تسموها. المهم هي فرفوري. وراح أرجع كل شي مكانه. حبايبي كلش أني مشتاقة لكم والله العظيم، ودا أنقطع عنكم أدري. لكن أحب إنه أقول لكم وأنوه على شغلة، دا يصير عندي إحباط كلش قوي بسبب قلة المشاهدة.
لأن أنا دا أتعب لعيونكم وأصور لكم، لكن مشاهداتكم تجيني كلش قليلة، ويعني ما تحفزني ولا تسوي عندي واهس إنه أصور لكم كل شي من يومي أو من حياتي. وآخر فيديو بالذات اللي نزلته أبدا ما صعد، وهيجي كملت كل شغلي وكملت الثلاجة وغرا الثلاجة، ولهنا أنهي فيديو اليوم وياكم حبايبي. انتظروني فيديوهات ومشاركات جديدة، في أمان الله.